مجموعة من الأفراد اللي في المجتمع بيكونوا محترمين، بيجمعهم في جزيرة قاتل مجنون علشان ينتقم منهم لأنهم أذوه في حياته. والمصيبة إن في بنت منهم بتساعده بسبب إن أبوها متحرش. انتوا بتسمعوا محمد شمس، وده فيلم من الآخر، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب المتين. غرفة ضلمة موجودة في بيت مخيف على جزيرة، بيظهر أشخاص بيفوقوا من المخدر بتاعهم، وبيكون في شاب فيهم بيفك نفسه، وبعدها بيروح لبنت منهم اللي بتروح لأبوها وأمها وبتحررهم هم كمان. بيكون معاهم برضو راجل تخين وخايف وبيحرر كل اللي موجودين. بيكون معاهم برضو مضيفة، وبيقعدوا بعد كده يفكروا مع بعض ايه اللي جابهم هنا. بس بيكون في راجل عجوز باين عليه ان حد عذبه بشكل مرعب ومرعاش حتى سنه. وبيبان ان في شاب في وسطهم عنده ثبات انفعالي، وبيتحرك في وسطهم بهدوء، وبيعرفهم انه محقق شرطة واتعود على المواقف دي، وانه هيحقق معاهم دلوقتي. وبيعرفهم ان هم اكيد على جزيرة، وبيبتدي معاهم التحقيق. وبيسأل المضيفة كانت اخر مرة فين قبل ما تفوق، فبتعرفوا ان هي كانت في الحمام بتاع المطار، وفي واحدة هاجمتها وخدرتها واكيد جابتها على هنا. وبيتكلم التاني وبيكون دكتور، وبيعرفهم برضو انه كان مسافر لمؤتمر، بس في اتنين هاجموه وخدروه. وبنعرف ان التالت اللي معاهم رجل اعمال، وبيكون معاه بنته ومراته، وبيكونوا فاكرين ان غرض الخطف ده هو الفلوس. بس الراجل العجوز المتعذب وقتها بينطق وبيعرفهم انهم اكيد مش عايزين فلوس منه لانه فقير، دي اول حاجة. وتاني حاجة ان هو بيتعذب، محدش طلب منه اي مبلغ مالي. وبيتكلم بعدها الدكتور وبيعرفهم انه لازم يكون في سبب لوجودنا هنا مع بعض، وان اكيد في حاجة مشتركة ما بيننا، وانهم لازم يوصلوا لحل مع بعض احسن. والضابط كروز بعدها بيعرف نفسه بانه محقق شرطة ورجل الاعمال ستيف، وبتكون بنته اسمها روبي المحامية، ومراته اسمها ميرسي اللي تمتلك مجموعة شركات كبيرة عالمية. وبنعرف ان المضيفة اسمها تريز، والدكتور الجراح ارماندو، والعجوز بيكون اسمه خوسيه. وبعد ما كل واحد بيعرف نفسه بيشتغل مسجل الصوت، وبيعرفهم ان كلهم بقوا دلوقتي وبقوا كويسين، وان هما هيقدروا يلعبوا دلوقتي اللعبة اللي محطوطة لهم، وهي انهم هيصوتوا على موت واحد منهم، وان قدامهم ساعة، ولو ما صوتوش على الموت حد منهم كلهم هيموتوا في نفس الوقت بعد الساعة ما تخلص، وهتكون الفرصة راحت عليهم. وبيعرفهم الدكتور وقتها ان دي اكيد لعبة بيلعبوها علينا لغاية ما يطلبوا المبلغ عشان يهددونا بس. لكن وقتها كروز بيعرفوا ان ده مش اسلوب خطف، وطلب فدية، وانهم اكيد في غرض تاني ورا خطفهم، وان الافضل ليهم يختاروا حد منهم يموت بدل ما يموتوا كلهم. وقتها تريز بتتكلم وبتعرف كروز انه اختار يبقى ضابط شرطة، وعارف انه ممكن يموت ويضحي في اي وقت بنفسه. وبتعرفوا انه ممكن يعملها بجميلة المرة دي ويموت علشانهم، وده يكون احسن له عشان كلهم يعيشوا. لكنه بيرفض التضحية دي بحجة ان هم اصلا ممكن يكونوا مجرمين، وانه لما بيضحي علشان ناس ابرياء. وقتها بيتكلم العجوز خوسيه وبيعرفهم انه قرر يضحي بنفسه بسبب اللي عمله في حياته في شبابه. وبيكون الكل عايز العجوز يموت اما عدا لوبي وامها اللي بيحاولوا يدوروا على اي حل تاني ويبرروا. وبيتكلم ارماندو وبيعرفهم ان اختيارهم لازم يكون بالفرد اللي اقل اهمية في وسطهم، وبيعرفهم ان هو جراح وبينقذ حياة الناس، وكذلك ضابط الشرطة. وميرسي بتعرفهم ان عندها 50,000 موظف، ولو هي ماتت الشركة بتاعتهم هتقفل وهم هيتسرحوا. لكن خوسيه ساعتها بيعرفهم انه برضو يضحي بنفسه احسن علشان مفيش حد هيزعل عليه، وان اللي عمله في شبابه اكيد لازم يستحق التضحية دلوقتي. وقبل ما يكمل ويقول هو عمل ايه في شبابه بيدخل القناص وبيموته بالرصاصة. وساعتها بيظهر الصوت لتاني مرة وبيعرفهم ان خوسيه قبل ما يموت ضحى بنفسه، وان هما ملحقوش يصوتوا على موته زي ما اللعبة قالت، وكده هيعيدوا من الاول. ووقتها هيكون قدامهم ساعة علشان خاطر يختاروا واحد منهم يموت. وبيتفتح فعلا باب لغرفة تانية وفيها جواب لكل واحد، وجواه اسئلة خاصة بيهم، وكل واحد بيجمع كلمة اجابته بتاعت السؤال اللي على الحيطة. وبيعرفهم الصوت ان اول حرف من كل اجابة بالترتيب اللي على الحيطة هتكون كلمة هيعرفوا بيها سبب وجودهم هنا اول ما يقروا الاسم. وبنكتشف ان تريز مدمنة، وان لوبي مزورة شهادة الثانوية بتاعتها، وكروز ليه شريك خانه، وان ميرسي ليها اخت مخبية وجودها عن الناس حتى عن بنتها بيكون اسمها اوليفيا. بس بتعرف بنتها ان اوليفيا دي خالتها وماتت وهي صغيرة، علشان كده ما حكيتلهاش عليها. واول ما بيجمعوا الاجابات بيظهر اسم بابلو والكل بيتصدم. وبيعرفهم كروز ان بابلو ده قاتل مجنون، وان جاله بلاغ بوجوده في فندق. بس لما راح بيعرفهم ان مراته
كانت معاه وقتلها بالغلط، وبابلو ساعتها هرب. وبيعرفهم كمان ان بابلو ضحاياه عادة بيكونوا ليهم شبهات جنائية بس طلعوا منها، وبتكون السوابق دي مخفية عن الناس والشرطة. وبيعرفهم ارماندو بعدها ان ام بابلو كانت جات له في حادثة بتاعت عربية من سنين، وانها ماتت تحت ايده في غرفة العمليات غصب عنه، وانه ما قدرش يعمل لها حاجة. بس تريز بتتكلم وقتها وبتعرفه ان هي كانت منتشية من المخدر في الوقت ده، وهي اللي خبطتها بالعربية وجريت، بس هي كانت عايشة. وبتعرفها ان ارماندو بيكذب موضوع ان هي كده كانت ميتة تحت ايده، بس بيتعصب عليها وبيضربها ارماندو. وبيعرفها ان هي اللي لازم تموت علشان هي اللي حاولت تقتلها، بس بتعرفه انه اكيد مش بريء، وده سبب وجوده معاهم هنا دلوقتي. ووقتها بيشتغل مسجل فيديو بتاع العملية، وبنسمع الممرضة بتقول لارماندو انه قطع وريد واصل للقلب، وقتها المريضة دي هتموت. وبعدها بيعترف للكل بانه كان هو السبب في موتها، وبيطلب من بابلو ان هو يسامحه، خصوصا ان دي الغلطة الوحيدة خلال تاريخه المهني. وقتها بعدها بيعرفهم رجل الاعمال ان اسرتهم اما تعرف مين بابلو ده، فبيحقق معاه ضابط الشرطة كروز، وبيسأل ميرسي اذا كانت تعرف حاجة، فبتعرفوا ان ام بابلو اللي بيتكلموا عنها دي كانت شغالة عندهم وكانت حامل، ولما تعبت وظهر عليها اعراض الحمل مشوها من الشغل. وفجأة بيتفتح الباب التاني وبيدخلوا غرفة تانية، والصوت بيعرفهم بانهم لازم يفتشوا في التفاصيل عشان الوقت بيعدي ولازم يختاروا ضحية من وسطهم. وقتها بتقول ميرسي لستيف جوزها انهم ممكن يرشوا الباقي بالفلوس، والمهم ان هم يطلعوا منها كأسرة واحدة مع بعضيهم، وبنتهم لوبي تطلع سليمة. وبتعرف لوبي من تريزا ان هي مطلقة ومتاخد منها طفلها بسبب المخدر اللي بتشربه. وبعدها بتروح لابوها وامها وبتعرفهم بنقطة ضعف تريزا، وبتعرض عليهم ان هم ممكن يدوها مبلغ مالي ويرشوها قصاد ان هم يأمنوا مستقبل ابنها وهي اللي تموت. وبنروح لارماندو اللي بياخد باله من صورة مكتوب عليها امي مع ستيف وزوجته ميرسي، وبيسألهم عليها. وبتعرفهم ميرسي وقتها بان اختها كانت مجنونة، وعلشان كده كانوا مخبين على الكل وجودها علشان ما تفضحهمش، وهم كانوا بيستعروا منها في وسط الناس. وبيكون ابوهم بعتها المستشفى، بس في ممرض دخل معاها في علاقة وحملت منه. وبتعرفهم برضو ان هي ولدت وماتت وهي بتولد. وبنعرف ان الممرض ابو الطفل هو خوسيه، وانه للسبب ده كان عايز يموته لانه ما دافعش عن حبه لمراته ولا لابنه. وبتعرفهم ميرسي بان الطفل ده زمانه كبر دلوقتي، وان هو اكيد بابلو لانها اجرت واحدة علشان تربيه وهي الممرضة اللي ولدته، وانه شال اسم حد تاني علشان خاطر ما يورثش معاهم في ثروتهم الكبيرة ويبقى غني زيهم، وهو ابن الممرض اصلا. لكن لوبي وقتها بتتصدم من امها ومن اجرامها ده، وبتعرفها ان هي طلعت مجرمة ورمت ابن خالتها في الشارع. وبرضه تريزا ساعتها بتعرفها ان هي اللي طلقت الوحش ده علينا وهو بابلو. وارماندو بياخد باله ان الوقت عمال بيعدي، وبيطلب من ستيف ان هو اللي يضحي علشان بنته ومراته يعيشوا. وبيساوموا بعدها تريز ستيف وميرسي بان هم هيدوا لابنها فلوس كتير جدا لو هي ضحت بنفسها دلوقتي، وهيدوا الفلوس دي لكروز عشان هو اللي يوصلها. لكنها بتقول لهم ان هم ضحوا قبل كده ببابلو اللي هو من لحمهم ودمهم، وانها مش هتبقى ضحيتهم اللي جايه هي وطفلها. وكروز وقتها بيصوت لموت ستيف، وارماندو بيوافق، وتريزا كمان بتصوت لستيف. بس ساعتها بتأمرهم ميرسي ان هم يغيروا التصويت ده، وان هي اللي المفروض تموت، وان هي المجرمه، وانها مش هتقدر تعيش، وستيف حب حياتها مش موجود جنبها، وانها هي اكبر مذنبه في حياه بابلو دلوقتي. بس وقتها بيتفتح باب على غرفه بتاعه سفره، وكل كرسي مكتوب عليه اسم اللي هيقعد. وبتلاقي تريز المخدر بتاعها في مكانها وبتاخد منه علشان ما تموتش. وبيلاقي كروز ارماندو سكينه في الديك الرومي، وبيكون مكتوب عليها خلص عليه المره دي بنفسك، وبيكون قدامه 10 دقايق. فبياخد ارماندو السكينه وبيحاول يخلص على ستيف، بس السكينه بتدخل فيه بالغلط وهو اللي بيموت. وقبل ما يموت بيقرر يضحي علشان خاطر المجموعه تعيش. وبعدها بيتفتح ليهم باب على متاهه، وبيتفرقوا بسبب 2 قناصين بيضربوا عليهم. وبنشوف تريز بتهرب بره، بس في عربيه بتخبطها، وبيطلع كروز هو اللي كان سايقها، وبيطلع هو بابلو، وبيخدعهم طول الفتره اللي فاتت، وبيعرفها انه بابلو وهيخلص عليها زي ما كانت هي السبب في موت امه اللي ربته. وبنروح لستيف اللي بياخد اسرته لمركب، وكروز وقتها بيجري وراهم وبيعوم وبيوصل لهم. بس اول ما بيوصل على المركب ميرسي وقتها بتشوف على دراعه وحمه، وبتعرف ان هو بابلو ابن اختها، وبيرفع في وشهم السلاح بعدها، وبيديها مسدس بطلقه واحده، وبيهددها بحياه بنتها. وبيعرفها ان الطلقه اللي هتخرج من المسدس دي لازم تكون في دماغ حد فيهم هما الاتنين، وان هما ما ينفعش حد فيهم ينتحر، وانها لو ما قتلتش جوزها دلوقتي هو هيقتل بنتها. بس ميرسي مش بتقدر تقتل ستيف جوزها لان هي
هي بتحبه جدا، فبياخد منها هو السلاح وبيدوس، بس المسدس بيطلع فاضي، وبيعرفها بعديها بابلو ان هي ضحت بيه علشان خاطر زوج خاين. وقتها لوبي بتؤمر القناصة ان هم يمشوا، وبتطلع شريكة بابلو من الاساس، وبتعرف امها ان ابوها ده متحرش كبير وانه اعتدى عليها هي شخصيا بحجة ان هي بنته بالتبني، ده غير اصدقائها اللي في المدرسة اللي اتحرش بيهم ودخل معاهم في علاقات. والصدمة ان امها بتكون عارفة الكلام ده من الاول، وان ده كله كان بيحصل وساكتة علشان بتحبه. وقتها بيخلص عليه بابلو وبياخد ميرسي علشان يموتها بالكهرباء زي ما خلصوا على الحقيقية زمان. او لحد هنا يكون خلص فيلمنا، ومتنسوش بقى لايك شير سبسكرايب في الاخر عشان يوصلكم كل جديد.